وأخيرا بعد معاناة مع جمهورها، نرمين الفقي لقت الطبطبة وهتتجوز يا ناس أكبر سنجل في الوسط الفني، لقت نصها التاني بالمواصفات اللي قالت عليها بالظبط. نرمين الفقي أكبر فنانة سنجل محافظة على نفسها طول الفترة اللي فاتت، عشان لسه ما كانتش لقت نصيبها، وموضوع جوازها كان مسألة حياة أو موت عند كل المتابعين بتوعها، اللي كل شوية يغيبوا ويرجعوا ليها بعريس لقطة ويقولوا لها يلا تجدعني ووافقي على فلان لو ارتبطت بعلان. بس نرمين دايما كانت بتقول لهم يا جماعة ده نصيب لا مفر منه، يعني لو جالي نصيبي هاخده من غير تفكير. بس الفكرة إن اللي كانوا بيتقدموا ليها مش عاجبينها، أو بتحصل ظروف بتخليهم يفركشوا الموضوع. واللي ما يعرفش نرمين الفقي فهي ما اتجوزتش نهائي طول حياتها، عشان كده كل الفانز عندها واخدين الموضوع على صدرهم قوي، اللي هو عاوزين يفرحوا بيها بأي طريقة، ومعتبرين الموضوع حياة أو موت بالنسبة لهم. أما بالنسبة لسعيد الحظ عريس نرمين الفقي اللي وقعت عليه شروط نرمين في فتى أحلامها لما قالت عليه نفسي في راجل بجد، شخص أعتمد عليه كتير واتسند عليه، عاوزاه يكون شخص محترم ومتدين ويعرف يحتويني، وحقيقي نفسي قوي أرتبط بشخص أقدر أقوله كلمة بحبك من كل قلبي. وكملت كلامها وقالت أنا لحد النهاردة ما قلتش لحد بحبك خالص، ونفسي في شخص يكون أماني وسندي في الحياة ويساعدني أكبر وأقوى، حتى لو هو وصل لمكانة معينة في شغله أو حياته، ويكون ظهري وحماية ليا بجد، ويحترمني ويحترم طبيعة عملي. وبعد منها على طول نرمين لحد دلوقتي ما كشفتش هوية الشخص ده نهائي، والجمهور لمح إنها مستنية إنه يتقدم رسمي ليها ويعملوا حفلة خطوبة في البيت ويحضروا العائلتين مع بعض، واللي متوقع هيكون حفلة مفاجأة للجمهور ولينا كلنا. ولحد دلوقتي الناس كلها بتدور وهتتجنن على الشخص ده يطلع مين، وفي الكومنتات شخص قال ده أكيد أبو هشيمة، لكن واحد رد عليه وقال له لا يا عم دي إشاعة قديمة ومفيش بينهم أي حاجة نهائي، لا من بعيد ولا من قريب.